الجمهور أن يكون أرقى وأسمى وأن يدرك مفهوم التشجيع الرياضي الصحيح. أكيد، وإحنا في ختام هذه الحلقة نتمنى الفوز أكيد لمنتخبنا في مباراة اليوم، المباريات القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله يرجع لنا سالم بالكاس إن شاء الله بإذن الله، متفائلين بذلك. أكيد. إذا الدكتور محمد النعيمي وأنت المدرب والمحاضر أيضا في تنمية الموارد البشرية، شكرا جزيلا لك، وفعلا أتحفتنا اليوم، يعطيك ألف عافية. أكيد الله يبارك. شكرا لك. شكرا لكم أيضا اليوم. فعلا كانت حلقة إن شاء الله يا رب نحن اجتهدنا ونتمنى يكون إن شاء الله. أكيد إن شاء الله الشباب أكيد استفادوا من نحن حاولنا يعني نحاول نعالج القضية والظاهر اللي قاعدين نشوفه، يعني من ناحية تعصب، من ناحية هواش على قولتهم بين الشباب، يعني حتى إن شاء الله ما يكون في هواش. أنا صادفت مرة في أحد مقاهي الإنترنت إنه في شباب بينهم يعني هذا جالسين في جلسة واحدة، بينما كان واحد يشجع فريق وثلاثة لا يشجعون فريق، يعني قامت بينهم مناوشات وفي المقهى، يعني حتى صار حديث يعطيك العافية معيض. أكيد شكرا لكل طاقم العمل اللي موجود معنا، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأكيد الشكر موصول أيضا لكل من تابعنا وشاهدنا. أما عن حياتنا فهي عبارة عن لعبة، نحن من نسدد ونحن من ننفذ ونحن من ندرب، ومن يسجل الأهداف هو فقط الذي سوف تكون له هدف في الحياة، والذي لا يرسل له هدف مكانه أكيد في دكة الاحتياط. إلى اللقاء.